طبعًا أنا قُلت لكم قبل كده إن أنا باحب أستخدم جل الصبار في ترطيب البشرة، وكمان باعمله زي برايمر عازل للmakeup، وكمان باستخدمه في تنضيف بشرتي. أنتم شايفين القطنة طالع منها إيه، أنا بس حطيت جل الصبار واستنيت دقيقتين ورُحت ماسحاه. بُصّوا بيفرق جدًا، جدًا في شكل الmakeup الخطوة دي، بينضّف لِك بشرتِك جدًا. تاني حاجة بقى، أنا رطّبت بشرتي بإيه المرّة دي، بسيرم اللي هو بتاع ديزار للهالات. مش قادرة أقول لكم على جماله، حلو جدًا، جدًا للهالات، وحلو جدًا في ترطيب البشرة. أنا جرّبته مرّة وشُفت منّه نتيجة حلوة فعجبني وبقيت أرطّب بيه بشرتي. عايزة أقول لكم إن الأمبول ده بيقعد معاكم فترة طويلة جدًا، بيقعد معاكِ كتير أوي. أنتِ بتاخدي منّه نقطة صغيّرة لو هتستخدميه للهالات، نقطة صغيّرة وبالطبطبة تحت عينيكِ. في ظرف أسبوع بالضبط أو 10 أيام بتبدئي إن أنتِ تشوفي نتيجة تانية، بتبدأ الهالات إن هي تقِل معاكِ تدريجي في خلال الأسبوع ده، وبيدّيكِ نتيجة حلوة بجد.